في المغرب فاش كيتزاد عندكم شي وليد في عائله كيجيبوا لكم الزروره، وفاش كيتزاد عندهم شي واحد كديو ليهم الزروره. حنا عايشين في واحد النظام اقتصادي كيتسمى reciprocity economics. هذا النظام ما فيهش كونطرا ولا ابناك، ولكن في واحد الدفتر معلق في الدماغ ديال كل واحد فينا. فاش شي واحد كيعرض عليك ولا كيجيب لك الزروره في العالم ديال الماليه، انت ما خديتيش هديه، ولكن دخلتي في واحد السوشيال ديبت. هاد الدين ما كيتخلص بالفلوس ولا لي زانتيري، ولكن كيتخلص بالصواب. فاش كيجيب لك شي واحد كادو فيه 200 درهم، راه تقيدات عليك 200 درهم في الحساب. نهار كيكون عنده هو مناسبه انت ملزم ترجع نفس القيمه وكثر. الا رجعتي قل انت هناك تعتبر قليل الصواب. في هذا النظام كتخسر السوشيال كريديت ديالك. ثانيا كاين تجميد ديال السيوله. هاد الكادوات هما عباره على فلوس محبوسه، وانت كتعطي الفلوس لواحد حيت هو عطاهم لك قبل، يعني ديك السيوله مبقاتش الملك ديالك، هي مجرد امانه كدور بين الناس. هادشي كيخلق نوع من التكافل الاجتماعي، ولكن في نفس الوقت كيشكل ضغط كبير على الميزانيه الشخصيه، حيت انت ديما بحاله سداد ديال الديون. ثالثا من وجهه نظر ماليه، التبادل هو استثمار في السوشيال كابيتال. فاش كتمشي للعرس ولا الجنازه انت كتشري اسيغونس نهار كتحتاج الناس يوقفوا معاك. هاد الديون اللي كنتي كتخلص الناس كيرجعوا لك كدعم وحضور. داكشي علاش القاوري عمرو يخلص عليك شي حاجه وصعيب يسلفك. الخلاصه ان الهدايا في المغرب هي اداه ماليه معقده ووسيله باش نخليو الفلوس والجد تدور بيناتنا، ولكن هي التزام مالي كيفرض عليك تخلي شويه الفلوس كل شهر. انت واش باغي كدير بهذا الشيء ولا ما كتسوقش؟ انا ما كنتسوقش.